أما الباب الذي يليه فهو في بيان حقوق أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل بيته أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام ينقسمون إلى قسمين: قسم كفار فهؤلاء ليسوا من أهل بيته، وإن كانوا أقارب له في النسب لكنهم ليسوا من أهل بيته، لأن الله قال لنوح عليه الصلاة والسلام حين قال ربي إن ابني من أهلي وكان ابنه كافرا قال إنه ليس من أهلك. فالكفار من أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام ليسوا من أهل بيته وإن كانوا أقارب له نسبا، لكن أهل بيته المؤمنون من قرابته هم أهل بيته، ومنهم أيضا زوجاته، فإن زوجاته رضي الله عنهن من آل بيته، كما قال الله تعالى في سياق نساء أمهات المؤمنين: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذا نص صريح واضح جدا بأن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام من آل بيته، خلافا للرافضة الذين قالوا إن زوجاته لسن من أهل بيته، فأهل بيته فزوجاته من أهل بيته بلا شك. ولأهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمنين لهم حقان: حق الإيمان وحق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وزوجات الرسول أمهات المؤمنين كما قال الله تعالى في كتابه: وأزواجه أمهات المؤمنين. أزواج الرسول أمهات المؤمنين، وهذا بالإجماع. فمن قال إن عائشة رضي الله عنها ليست أما لي فليس من المؤمنين، لأن الله قال: وأزواجه أزواج الرسول أمهاتهم أمهات المؤمنين، كما أول الآية: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فمن قال إن عائشة ليست أما للمؤمنين فهو ليس بمؤمن، لا مؤمن بالقرآن ولا مؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام. وعجبا لهؤلاء يقدحون في عائشة ويسبونها ويبغضونها وهي أحب زوجات الرسول إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يحب أحدا من نسائه مثل ما يحبها، كما صح ذلك عنه في البخاري أنه قيل: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قالوا: فمن الرجال؟ قال: أبوها أبو بكر رضي الله عنه. وهؤلاء القوم يكرهون عائشة ويسبونها ويلعنونها وهي أقرب نساء الرسول إليه. كيف يقال إن هؤلاء يحبون الرسول؟ كيف يقال إن هؤلاء يحبون آل الرسول؟ ولكنها دعاوى كاذبة لا أساس لها من الصحة. فالواجب علينا احترام آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام من قرابته المؤمنين ومن زوجاته أمهات المؤمنين، كلهم آل بيت لهم حق. ثم ذكر المؤلف الآية التي سقناها الآن: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نقاء وطهارة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس النجس المعنوي ويطهركم تطهيرا بعد إزالة نجاسة التطهير، تخلية وتحلية. وقول تطهيرا هذا مصدر مؤكد لما سبق، يدل على أنها طهارة كاملة. ولهذا من رمى واحدة من نساء الرسول عليه الصلاة والسلام بالزنا والعياذ بالله فإنه كافر، حتى لو كانت غير عائشة الذي يرميها بما برأها الله منه كافر مكذب لله يحل دمه وماله. وأما الذي يرمي سواها بالزنا فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه كافر أيضا، لأن هذا أعظم قدح
برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون فراشه ممن يزنين والعياذ بالله. وقد قال الله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فمن رمى واحدة من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام بالزنا فقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحاشاه من ذلك جعله خبيثا، نعوذ بالله، لأن الله يقول الخبيثات للخبيثين. وبهذا يعرف أن المسألة عظيمة وخطيرة، وأن الواجب علينا أن نكن المحبة الصادقة لجميع آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، نسائه كلهم والمؤمنين من قرابته. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث وهذا أثر في بيان حق آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد سبق أن آل بيته هم زوجاته ومن كان مؤمنا من قرابته من آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، وهم الذين تحرم عليهم الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمه العباس وقد ساله من الصدقة قال إن هذه أوساق الناس وإنها لا تحل لآل محمد. وآل محمد لهم خصائص ليست لغيرهم، ففي باب الفيء لهم حق يختصون به، كما قال تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، يعني قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهم كرامة وشرف وسيادة، فلا تحل لهم الصدقة الزكاة الواجبة لأنها أوساق الناس، كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فلا تحل لهم الصدقة. هم أشرف وأعلى من أن تحل لهم الصدقة، لكن يعطون بدلها من الخمس. ثم بين في حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم غدير خم، وهو غدير بين مكة والمدينة، نزل فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووعظ وذكر وحث على القرآن وبين أن فيه الشفاء والنور، ثم حث على أهل بيته فقال أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. ولم يقل إن أهل بيته معصومون وأن أقوالهم كالقرآن يجب أن يعمل بها كما تدعيه الرافضة، فإنهم ليسوا معصومين، هم يخطئون كما يخطئ غيرهم ويصيبون كما يصيب غيرهم، ولكن لهم حق القرابة، قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سبق. وقول عليه الصلاة والسلام أذكركم الله في أهل بيتي يعني اعرفوهم ولا تظلموهم ولا تعتدوا عليهم، هذا من باب التوكيد، وإلا فكل إنسان مؤمن له حق على أخيه، لا يحل له أن يعتدي عليه ولا أن يظلمه، لكن لآل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق زائد على حقوق غيرهم من المسلمين. وإذا كان هذا في حق آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما بالك بحق الرسول؟ حق الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم الحقوق بعد حق الله، يجب أن يقدم على النفس والولد والأهل وعلى جميع الناس في المحبة والتعظيم وقبول الهدي هديه وسنته عليه الصلاة والسلام.